الفل يا ابن بلدي، خاصيه جديده لسه نازله ببرنامج اللايت روم حالا، قلت الحقك بيها عشان تبقى من اوائل الناس اللي بتستخدمها، وهي البلور افكت. خاصيه حلوه جدا فيها ميزتين. اول ميزه، لو انت متصور في لوكيشن وفي ناس وراك مثلا مش عايز تبينها او الخلفيه شكلها مش احسن حاجه، تقدر باستخدام الاي اي انك تعمل لها بلورنج وما تبينهاش. الميزه الثانيه ان هي فعلا بتدي ستايل وشكل حلوه جدا للصوره. تعال بقى اقول لك بنقدر نعملها ازاي وازاي تستخدمها على الصوره بتاعتك. اول حاجه هتجيبي طبعا التليفون بتاعك وتفتح برنامج لايت روم الموبايل وتدخل على الايقونه بتاعه بلور دي. بعد كده هتلاقي الاوبست بتاع البلور هتزوده كده. بعد كده هو بيديك كذا ستايل في البلور، اختار اللي يريحك انت حاسه شكله حلو في الصوره بتاعتك. ودي الايقونه دي اللي هي بتبقى سبجكت، اللي هو بيقول لك انت عايز السبجكت هو اللي يبقى فوكس والبلورنج ورا، فانت بتسيبها زي ما هي سبجكت كده. الخانه الثانيه دي بيديك سبوت كده، لو انت مثلا عايز تعمل الفوكس على حته معينه، مثلا عايز تخلي الفوكس ورا واللي قدام بلورنج، الكلام ده كله بتعرف تلعب بيه. والخاصيه دي انا شايف انها تبقى حلوه جدا للمصورين البروفيشنال، هتفيدهم قوي ان هو ساعات بيحصل معاه اوت فوكس في صور والكلام ده. بس كده.